أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فيليون نحو قبة البرلمان. ضيف هذه الحلقة هو مرشح الكوتا الفيلية الأستاذ قاسم عريبي جاسم. مرحبا بك أستاذ قاسم. أهلا ومرحبا بك وبالأخوة الأعزاء في قناة الإشراق السباقة في نقل الحدث وكل ما هو مهم في هذا الوطن. أستاذ قاسم، في البداية عرف المشاهدين عن نفسك. مرشح الكوتا الفيلية قاسم عريبي جاسم عن جميع محافظات العراق للحد من هذه الظاهرة، وأيضا في بحث مواضيع تخص هذه المكون الفيلي إن شاء الله. أستاذ قاسم، رقمك الانتخابي شنو؟ رقمي الانتخابي هو 347. نعم، البطاقة الانتخابية 347. 347 إن شاء الله. إن شاء الله. التسلسل واحد. أستاذ قاسم، بالبداية خلينا نسأل ما الذي دفع الأستاذ قاسم للدخول وخوض غمار الانتخابات؟ الحمد لله رب العالمين، لدينا الرغبة والقدرة إن شاء الله أن نصل إلى قبة البرلمان للبحث في قضايا المكون الفيلي، هذا المكون الذي يبحث عن هويته الثقافية والاقتصادية والقانونية. نعم. وإن شاء الله من خلال وجودنا تحت قبة البرلمان سوف نعمل جاهدين على إيجاد هويتنا الثقافية والقانونية والاقتصادية إن شاء الله. إذن أنت ترغب بالتصدي لحل المشاكل ومعاناة وملفات الكرد الفيليين، هذه الملفات التي للأسف ما زالت متعثرة حتى الآن ويعاني منها أبناء المكون الفيلي. الجميل بالموضوع أستاذ قاسم أنك كنت تتبوأ مركز عمل مهم في دائرة ومؤسسة السجناء السياسيين. من خلال هذا العمل كنت على تماس مباشر واطلاع على الكثير من معاناة أبناء المكون. حدثنا عن هذه المعاناة. المكون الفيلي بالحقيقة هو مكون كبير في الشعب العراقي، نعم. إلى جذور قديمة وإلى مواقف وطنية كبيرة في الخلاص من الدكتاتورية بالعراق وحتى خارج حدود العراق، لأنه مكون ثقافي، مكون ذات طابع أخلاقي وثقافي كبير جدا. لذلك خلال عملي في مؤسسة السجناء السياسيين كنت أعمل على ترويج كافة معاملات الأخوة من نعم. المكون الفيلي للحصول على ما يستحقوه من المكاسب التي أوجدتها هذه التغيرات الجديدة في الوضع في العراق، وثبتها القانون بعد وثبتها 2003. القانون أيضا. نعم. وللكرد الفيلي حقيقة حقوق لا تعد ولا تحصى، لأنهم رجال قد أخذ منهم كل شيء وتغيرت ملامحهم في كل شيء. لذلك الدولة لحد هذا الوقت لم تعطهم ما هم يستحقونه حقيقة. نعم. الكرد الفيلية فقدوا كل شيء، فقدوا أموالهم، فقدوا منازلهم، فقدوا هويتهم، فقدوا شخصيتهم، فقدوا معاملهم، فقدوا كل شيء. الآن لابد على الدولة في الوقت الحاضر أن تعيد لهم كل ما فقدوه وأن ترجع لهم ثقافتهم وهويتهم. نعم. وهذا هو أقل ما ممكن أن نعمل عليه من أجل وجود ولو جزء من الرفاهية التي يستحقها هذا الشعب، هذا المكون المظلوم حقيقة. نعم أستاذ قاسم، من خلال عملك في مؤسسة السجناء السياسيين، ما أبرز المعرقلات التي كانت تحول دون حصول المكون الفيلي أو أبناء المكون على حقوقهم رغم وجود قانون طبعا؟ وجود قانون مؤسسة نعم. السجناء السياسي حقيقة لم يلبي الطلب المطلوب في إعطاء المكون الفيلي حقه. شنو السبب؟ السبب هو قلة الموارد المادية وقلة الموارد المعنوية في دعم هذا المكون حقيقة. نعم. لحد الآن المكون الفيلي لم يأخذ استحقاقه من خلال مؤسسة السجناء السياسي، لأن مؤسسة السجناء السياسيين تبحث عن السجناء السياسيين ومن ضمنهم المكون الفيلي،
نعم. فعلى الدولة أن تجد مؤسسة مختصة بالكرد الفيلي. إذا أستاذ قاسم، أنت تتبنى هذا المشروع، يعني في ذهنك أن تكون مؤسسة معنية بالكرد الفيليين، سجناء الكرد الفيليين وشهداء الكرد الفيليين، إنصاف المكون الفيلي من حيث السجناء وذوي الشهداء أيضا. أحسنت. المكون الفيلي لم يكن به شريحة واحدة، نعم. كونه مسجون أو معتقل، وأنه حتى شملته الشهداء، شهداء نعم. المكون الفيلي. من الذي يبحث عن شهداء المكون الفيلي؟ والمغيبين أيضا حتى الآن لم يعرف مصيرهم. والمعدومين والذين لم يذكرهم ذاكر لا من الشعب ولا من الدولة أيضا. فهؤلاء لابد من تأسيس مؤسسة كمؤسسة السجناء والشهداء ومؤسسة الكرد الفيلي للبحث في حقوق هذا المكون الكبير. هذا مكون يعني مو مكون طارئ على الشعب العراقي، هو مكون أساسي في الشعب العراقي. لذلك لابد من أن نبحث عن كل جوانب التي فقدها. نعم. وأن نستعيدها إليه. لذلك نشوف أن اليوم كثير من الأفراد من هاي المكون الفيلي لم يحصلوا على حقوق. نعم. أستاذ قاسم، لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع أليس بالضرورة يجب بالتالي أن يشرع قانون خاص لإنصاف المكون الفيلي؟ والله يعني من الواجب والضروري تشريع قانون. نعم. لمصلحة المكون الفيلي، لأنهم أكثر المتضررين في الشعب العراقي. نعم. جاهدوا وقاتلوا وناضلوا وأسسوا وأعطوا كل ما في وسعهم من أجل تغيير هذا النظام البائد الذي كان يحكمه البعثي. كانوا هم المضحين في كل شيء. نعم. ومع الأسف لم تنصفهم هذه الحكومة الجديدة التي جاءت بعد تغيير النظام. المكون الفيلي مكون عريق فقد كل شيء، والآن أبنائه يعانون من كل شيء يعانون. نعم. سواء كانوا في الخارج والذين هم في الداخل. أستاذ قاسم، من مفارقة القدر أن تكون أنت أحد السجناء السياسيين أحسن. في السابق، ومن بعد ذلك أصبحت موظف في مؤسسة السجناء السياسيين، وأنت موظف وأقرب لآلية ترويج المعاملات الحكومية وأقرب إلى مصدر القرار، وتعرف الأسلوب الإداري والقانوني الصحيح لكي تسير الإجراءات الحكومية بسلاسة وتعاد الحقوق إلى أصحابها، وأنت هنا صاحب الحق، ورغم ذلك لم تنصف ولم يعاد الحق إليك، وأنت عايش بنص الأضابير وبنص القانون. أحسنت. وما قدرت تنصف نفسك وترجع حقك. أحسنت. طيب كيف بالمواطن اللي أصلا يعني من خارج المؤسسة وما يعرف الأسلوب الصحيح لترويج المعاملة ومستمسكاته غير كاملة وغيرها من هاي الأمور؟ الآن أصبحت تعقيدات أكبر من الأول. نعم. في حصول الأخوة بالمكون الكرد الفيلي أصبحت تعقيدات فوق تعقيدات الأولية. بالبداية كنا نعمل ورقيا على هذا. نعم. كانت الأمور سهلة في استحصال ولو جزء بسيط للمكون الفيلي. وهاي من كانت سهلة وانت ما قدرت ترجع حقك. أنا من الناس، أنا عندي سيارة مصادرة. نعم. في زمن النظام السابق. لا، أنا أريدك تحكي لي القصة من بدايتها حتى يعرف المشاهد الكريم. بالبداية كيف تم الحكم عليك؟ أنت دخلت ضمن الأحكام الخاصة، تهمتك شنو؟ شلون قبضوا عليك جلاوزة النظام؟ أحسنت. أنا كنت طالب في كلية الشريعة الإسلامية. نعم. المرحلة من المراحل في عام 1982. كنت بواسط بذاك الوقت؟ لا، كنت في واسط أسكن. نعم. ولحد الآن أسكن في واسط، وكنت أداوم في كلية الشريعة الإسلامية. نعم. ألقي القبض علي من قبل مديرية الأمن العامة شعبة الطلبة. أحد كاتب عليك؟ والله اعتيادي. نعم. هذا المكون الفيلي مبتلى حقيقة، مبتلى من كثير من عرفت شنو تهمتك بذاك الوقت؟ أي التهمة التي أطلقها النظام عليه أنه بانتماء إلى حزب الدعوة العميل.
كما كان يصفها بذاك الوقت، كما يصفها تهمة معلبة وجاهزة، الكل جاهز. يتهموها به. أحسنت. نعم. ذهبنا إلى الأمن العامة في 22/2/1982 نعم. في شعبة الطلبة، وبدأ التحقيق معي. حقيقة هو ليس تحقيق كلام، وإنما في غرفة للتعذيب حقيقة. نعم. وهناك كما يقول المثل العامي أنواع من أنواع التعذيب، يعني نعم. مارسوه بحقك من أجل نزع الاعتراف. مهم. حتى أن أحد الجلادين قال لي أنت لازم تعترف ما تعترف لازم تعترف. نعم. لأن إحنا على كل اعتراف ناخذ 25 دينار، مهم. فأنت عليك أن تعترف. نعم. قلت له وشنو نوع الاعتراف حتى إحنا نعترف يعني؟ قال أنت منتمي إلى حزب الدعوة ومسؤول جماعة هاي أعدادها بالكوت، وسيارتك مسخرة لنقل الطلاب من الكوت إلى بغداد للجامعات بدون مقابل. فأنا بصراحة قلت له هؤلاء هم أصدقائي، كنا احنا طلبة كليات، وأنقلهم لفقرهم، ما عندهم يعني ذيك الكرهة اللي يدفعوها حتى يجون إلى كلياتهم، ناس فقراء. فأنا أنقلهم في سبيل الله حفاظا على صداقتنا وديمومتنا. المهم بعد أسبوع من التعذيب اعترفت على ما كتبوهم حقيقة. وبعد حوالي 1 و3 أشهر في التوقيف بالأمن العامة في البتاوين، نقلت إلى محكمة الثورة، وحكمني المجرم عواد البندر بالسجن لمدة 4 سنوات. نعم. بالأحكام الخاصة بالأحكام الخاصة في أبو غريب. نعم. ذهبنا إلى أبو غريب، وكنا معتقلين في قاف يسموه رقم 1. قاف بالقاف رقم 1. نعم. بعد فترة ازدحم القاف إلى الغرفة الواحدة بها فوق 80. حدثني عن أجواء المعتقل أو القافات كما كانوا يسمونها في أبو غريب. الغرفة ايش قد حجمها، مساحتها، كم واحد بيها، أوضاع الجلادين هناك كيف كانوا يتعاملون معاكم؟ حقيقة القاف رقم 1 احنا كان قافين، قاف 1 وقاف 2. نعم. قاف هو القاف الأول يشبه القاف الثاني. كنا في القاف الأول الغرفة يعني واسعة حقيقة، 6 في 6 عرضها. نعم. يعني قاعة كبيرة، لكن العدد ايش قد؟ العدد 70 أو 80 شخص احنا بيها. نعم. بحيث بالمنام ننام بالطول. نعم. يعني في الشكل يعني مزرحة شكله، وننام على أرض، يعني على الأرض. نعم. لا عندنا أغطية ولا عندنا، وملابسنا قديمة تعرف 1.5 احنا بالاعتقال بالزنزانات مال الأمن العامة، ونقلنا. نعم. إلى قاف 1 بالأحكام الخاصة أيضا كلها تنام على الأرض. لا غطاء ولا هم يحزنون. نعم. ومحرم عليك يعني صلاة الليل ما تقدر تصلي، وإذا صليت ثاني يوم أنت تنبسط حقيقة. نعم. إضافة إلى ذلك الأكل مالك يعني نومتك شيء يعني ما معقولة. إحنا تعرف طلاب جامعات وما داخلين إحنا بحياتنا حتى مراكز الشرطة. نعم. لأن إحنا من الناس الميسورين الحمد لله. أنا طالب جامعة وعندي سيارة لاند كروز. نعم. بال82 وال80 وال79. أعرف أنا ما داخل مركز مع الشرطة زين، وألقى هذا الوضع بهالصورة شيء صعب حقيقة. راح نتوقف عند هاي الأجواء إن شاء الله، ونستكمل من بعدها مشاهدينا الأعزاء بالحديث عن القافات وسجن الأحكام الخاصة اللي جلادي البعث وضعوا به الأستاذ قاسم عريبي. خليكم ويانا، فاصل قصير وراجع لكم.
من بعد الفاصل هذه عودة لكم مجددا أحبتي المشاهدين لنستكمل هذا الحوار مع ضيفنا العزيز مرشح الكوتا الفيلية الأستاذ قاسم عريبي جاسم. أجدد الترحيب بك أستاذ قاسم، أهلا ومرحبا بك وبالأخوة الأعزاء. ورجعناك لأيام عصيبة تحمل الكثير من الحزن والمعاناة. نموذج بسيط وبسيط جدا عما تعرض له أبناء المكون الفيلي تحت حكم الدكتاتورية. كنا نتحدث عن أجواء القافات. لفت نظري كلامك، قلت إذا واحد بينا صلى فراح يعذبوه ثاني يوم أو بنفس الليلة. أحسنت. ممنوع الصلاة. ممنوع الصلاة. نعم، أي مظاهر يعني من مظاهر الدين ممنوعة. ممنوع. زي أستاذ قاسم، هاي لأن أنتم شيعة، لو كله ممنوع على كل الطوائف بالسجن. طبعا القاف أكثر الشيعة. نعم. يعني ما بي من الأخوة السنة، ما بي أنا. القاف متكون من 20 غرفة. نعم. 20 أضربها في 80. إيش قد؟ 20 في 80 1600. 1600 سجين إحنا في هذا القاف الواحد. نعم. في كل قاف 1600. كل قاف 1600. نعم. كل غرفة بها 80 سجين. نعم. 70 محكوم عليهم. نعم. من قبل محكمة الثورة السيئة الصيت. فإحنا كل هذا لازم وفق نظام الأكل، وفق نظام النوم، وفق كلام ماكو. يعطوك جريدة لازم تقراها، مجبور أن هاي الجريدة مال الثورة، جريدة الثورة مال الحزب، الغرفة كلها تقراها. نعم. كان مسؤول أمن السجن الخاصة، أحكام الخاصة، هو غالب الدوري. نعم. ويا مجموعة من الجلادين اللي ينتمون إلى أكثرهم من مدينة الأنبار حقيقة، لأن معروفين، هذا يقول أنباري وذاك يقول رمادي، فكلهم من هاي المنطقة. نعم. ومعاهم واحد جلاد كان من أهالي بغداد، ذكرت اسمه ذيك المرة والآن مو بالكواليس تحدثنا عنه. أي أحسنت. نعم. أي من هو شيء كان شديد وقاسي. نعم. أتذكر بال 83، أي هذا بال 83 يوم من الأيام اجى غالب الدوري إلى قاف 1 وقاف 2. احنا كنا في قاف 2 حقيقة، وكان آخر يوم رمضان، احنا صايمين وغدا إن شاء الله هو العيد. نعم. ونفطر. فهو اجى باليوم اللي قبل رمضان، قبل العيد اللي احنا راح نفطر به. نعم. فاجى الساعة 8 بالليل، واجى هو ومجموعة من الجلادين وسلم على الغرف، غرفة غرفة. نعم. السلام عليكم، عيدكم مبارك، وأيامكم سعيدة. الكل بقوا ساكتين، السجناء ما يعرفون شي جابوا. اي، مو احنا فرق يوم بعيدنا عن عيدهم. احسنت. نعم. فانتوا بعدكم صايمين وباكر راح تكملون عدة الشهر الفضيل. احسنت. نعم. وتعرف ذولا مراقبين الغرف مجبورين على ان ينقلون اي حدث يحدث بالغرفة. نعم. مجبورين، اللي ما مراقب الغرفة اذا ما ينقل اي حدث يصير مع المسجون، مشاجرة، كلام خشين أو صلاة أو ضحكة، لازم ينقلها إلى المراقب الموجود. فقال له سيدي، ذول السجناء ما فاطرين، ناس باكر يصومون وباكر مو عيد احنا عندنا. فهو باوى علينا وبعد سلسلة من الغلط والإهانة، وأشر إلى إيران بهذا الأسلوب. نعم. اللي ما يفطر ويانا يفطر ويا من ويا الأعداء. والله راح ثاني يوم احنا صايمين وفطرنا اعتيادي في الساعة 9 ليلا، ليلة العيد. ليلة العيد. احنا كنا متوقعين بشارة، انه ولو ماكو بشارة من الحكومة البعثية السافلة اللي هي حكومة منحطة. نعم. يحكمها واحد منحط عديم الأصل. يعني أنت تتوقع من رئيس دولة عديم الأصل؟ ما تتوقع منه خير. فإجوا غالب الدوري ومجموعة من العصابة بهم 10 و15 واحد، وبدأوا بإخراج السجناء من غرفهم، وبدأ التعذيب
هاي الغرفة إلى 20 غرفة من نعم. 9 مساء إلى 4 صباحا إلى فجر العيد. إلى فجر هاي العيد. عيديتهم. هاي عيديتنا. يعني تعجبنا من هذا الوضع اللي حقيقة ما يلبس عليه ثوب. نعم. على قولة المواطن العادي يقول هذا الشيء ما يلبس عليه ثوب. أستاذ قاسم، كان حكمك 4 سنوات، بصراحة كنت تتوقع أنه تخرج حي من السجن لا بالحقيقة وسط كل هذا التعذيب وهاي القسوة؟ أبدا، أنا ما كنت متوقع. أنا بالبداية والدي الله يرحمه حذرني، قال لي ابني أنت الآن ببغداد، وبغداد تختلف. صح احنا عندنا خواننا تجار بالشورجة وأنا أروح أسكن يمهم وأتعامل وياهم، فقالوا الحذر الحذر، بغداد خطرة، ما دخل بغداد شخص وطلع منها سالم. نعم. بغداد خطرة. وبالفعل أنا من دخلت بال82 لقيت أكثر تجار الشارجة اللي أعرفهم هم داخل الأمن العامة. نعم. في القواطع، احنا كنا بالزنزانات هم بالقواطع. نعم. مثل علي مال الله وبعض الأخوة من تجار الشارجة من الكراد الفيليين الحقيقة. نعم. فهذا النظام نظام محشي حقيقة، ما يترك صادرة أو واردة إلا أن يعاقب عليها. نعم. لذلك كنا حذرين، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى أن يصيبنا إلا ما كتب الله. هاي كتابة الله. أنتم بالقافات، وإحنا قلنا قرابة 1600 واحد بكل قاف، جميعكم كانت تهمكم واحدة، الانتماء لحزب الدعوة؟ أحسنت. نعم. كل الموجودين بالقافات، القاف الأول والقاف الثاني، وحتى اللي كان عندهم مواجهة، الكل محكومة على حزب الدعوة، ماكو غير حزب الدعوة. كم عدد الفيلية تقريبا بكل قاطع أو بكل قاف؟ والله كثير جدا، يعني نعم. أقول لك بالآلاف من الكرد الفويلية، هذول اللي موجودين في سجن الأحكام الخاصة، ولكن اللي أكثر هم في نقرة السلمان. طبعا مغيبين هؤلاء لا يعدون ولا يحصون، يمكن أكثر من 1,000,000 أو 1,500,000 من المغيبين في نقرة السلمان. أنتم يمكن قسم يعتبروكم محظوظين لأن شافتكم محكمة، وإن كانت محكمة ظالمة غير عادلة. أحسن. لكن شكليا أكو حكم واحد يعرف بدايته من نهايته، وأهله يعرفون مصيره هناك بدون لا تهمة لا محاكمة. ما حد يعرف مصيره، لحد الآن ما حد يعرف مصيرهم. تم تغييبهم بنقرة السلمان. نقرة السلمان كانت بدون محكمة. نعم. أتذكر حادثة بال83 أو بداية 84، احنا في سجن الأحكام الخاصة أو الخفيفة، نقلونا آخر الأيام، جابوا مجموعة من أهل الدجيل. نعم. ضربة هدام بالدجيل. نعم. جابوهم نسوان وزلم، بيهم عراية، بيهم مزقة ثيابهم، معذبين كلش. خلوهم في خيم في سجن الأحكام الخاصة، في سجن الأحكام الخفيفة العفو. نعم. بعد ما نقلونا آخر، بعد ما إحنا راح نطلع قربة أيام إطلاق سراحنا. نعم. أي ذولا بالأحكام، ذولا جابوا من الدجيل، يعني إحنا نقدر نحكي وياهم من خلال السياج. نعم. أي قالوا إحنا من أهل الدجيل، جابونا على مود ضربة صدام. أعداد هائلة من النسوان والزلم والأطفال. نعم. اللي يعني عوائل بأكملها، يندى لها الجبين حقيقة. نعم. ذولا من أهل الدجيل أنا تذكرتهم والله. نعم. عشنا حياة يعني ما توصف من الرعب، من الألم. أستاذ قاسم، يعني بالأيام الأخيرة قبل إطلاق سراحكم أو حتى بآخر يوم، يعني هم يحاولون يستفزوكم بالكلام، يهددوكم، يشفون بيكم، ما أنت راح تطلع أو ما نخليك تطلع، هيك راح نسوي، تحذيرات، تهديدات. شايف دائما الجلاد يحاول يستفز المسجون أو المعتقل تحت أمرته، خصوصا بآخر ساعات. هاي دائما النفس الضعيفة تحاول هيك تسوي دائما. أحسن. كيف تعاملوا وياكم مع الساعات الأخيرة أو اليوم الأخير لإطلاق سراحك؟ هذا الكلام اللي أنت تقوله كلام واضح وكلام حقيقة مطبق في كل سجون العراق. نعم. بالخاصة، بالخفيفة، بالثقيلة، وحتى في مراكز الاعتقال. يستفزوك حتى يعيدوك مرة ثانية،
مو من مصلحتهم أن يطلعون نعم. السجناء حقيقة حتى يستعيدون حريتهم، لا، يعني هم يعني يريدون أن يعدمون هذا الشعب بالكامل. نعم. بما أنه أعداء صدام، أعداء للحزب، أعداء للثورة، فذولا مو من حقهم أن يعيشون. لذلك إحنا كنا ماخذين الحذر نعم. في أي تصرف، بحيث إحنا بالصباح الباكر نطلع تعداد يسمون. نعم. ورا صلاة الصبح أنت لازم يحسبوك تعداد، تقعد بالممر. نعم. هذا الممر ب1000، ذاك الممر ب1000، نعم. ذاك الممر ب1000، يحسبوهم ويعدوهم. نعم. تبقون قاعدين على القاع، نعم. ماكو لا غطا ولا تبقى قاعد إلى أن يعدوك ويحسبوك ويراجعون قوائمهم ويراجعون حساباتهم. يلا، تعامل لا إنساني. تعامل بعدين لا الإفراج عنك أستاذ قاسم، أنا أدري الإجراءات الأمنية بذاك الوقت تبقى مستمرة وتصير مضايقات للعائلة أحسن. والشخص المفرج عنه يبقون يستدعوا أكثر من مرة أحسن. ويمكن إعادة تحقيق أحسن. معه. كيف عشت هاي الأيام بعد الإفراج؟ بعد الإفراج حقيقة أنا رجعت إلى أهلي وبقيت حوالي 2 أو 3 ما أطلع بصراحة. نعم. وراها قمت أطلع أروح إلى محل والدي تاجر حلويات حقيقة، وعندنا محلات كبيرة وأقعد بيه. بدت المضايقات، في كل أسبوع يجيك ضابط أمن. نعم. يسألك وين تروح، وين تجي، ومنو أصدقائك، منو اللي وياك، يعني أسئلة. نعم. بحيث يبتزك، فأنت تجاوب، لازم تجاوب عليه. كثرة المراجعات من هؤلاء خلت العالم الشك بينا بأنه شنو ذول ضباط الأمن كل أسبوع جاي، شنو صاروا وكلاء بالأمن ذولا؟ نعم. لأن الناس ما تفتهم حقيقة، ناس جهلاء ما نعم. يعرفون شنو وضعك. فقال لي أبويا هاي الشغلة ما تفيد بعد، أنت يومية جايين عليك. كانوا يجون للمحل طبعا، وهو باب رزق، يقعدون يمك ويقطعون رزقك، وانت بالمقابل لازم شكو تبيع. احنا نبيع حلويات وكرزات. نعم. وحلقوم وفندق وبندق كلها نجمع لهم اكياس ونعطيهم كفيان شر. نعم. الى ان ضاقت الامور حقيقة. فراح قال لي ابويا اطلع للخارج. نعم. حتى نخلص من هذول. تسلم على نفسك. او نبيع املاكنا. نعم. ونقعد، لان انت عندك مثل ما شفت خالاتك عماتك تسفرن، لان بالتسعينات قالوا راح تصير تسفيرات جديده. نعم. واحنا من المشمولين بيها. فابويا اطلع واحنا من نبيع املاكنا. نعم. عندنا بالكوت املاك هواي، عندنا 14 بيت يملك ابوي. نعم. ومحلات وسيارات نملك، وخير من الله. فتعيشه يعني عيشه جيده جدا. نعم. رحت اطلع اطلع جواز، قالوا لي انت عليك منع 20 سنة. إيه. الى ان تعرفت على صديق طبيب بيطري، قال لي انا عندي هذا مسؤول الفرقة الحزبية، كان عندي موظف نعم. يسوي يقطع باصات. نعم. صار عضو فرقة. ممتاز. جيد جدا. نعم. قال لي شو تقول اروح عليه واتعامل وياه؟ قلت له اتعامل وياه. يتعامل وياه بشنو؟ حتى يسهل خروجي من العراق، اطلع بأي طريقة؟ اي طريقة كانت. طيب. فلا راح تعامل وياه، قال لي اني اطلب منك 500,000 دينار عراقي واطلع لك جوازي. حلو، التعامل بفلوس على المكشوف. على المكشوف. ممتاز. فاجاني 500,000 بذاك الوقت كبيرة. كبيرة جدا. نعم. احنا بدنا نحكي بالتسعينات، مو؟ بالتسعينات. هاي حوالي 95 96. نعم. نعم. اي. فقال لي اريد مبلغ 500,000 دينار اطلعه لك. قال لي يا ابو علي منع بالامن. نعم. لمدة 20 سنة، هذا محكوم على حزب الدعوة، وعنده سيارة مصادرة. نعم. وأهله كانت معلمة حولوها إلى موظفة، وبالرشوة رجعوها إلى معلمة. نعم. قال له هاي شغلتنا مو شغلتك. زين. والله أنا دبرت المبلغ. نعم. حقيقة كان أقدر أدبره. فأعطيت المبلغ، ورا 2 3 إجاني جواز السفر حاضر. نعم.
اجيت الى الصالحيه مهم. وركبنا الباصات اللي ما عرفت شلون رتبها، شلون اي طلع ما اعرف. الجواز؟ المهم اجاني جواز سفر نعم. جديد وحاضر رسمي اصولي. اصولي ويسمح نعم. له بالسفر. مهم. رحت انا وهذا الدكتور البيطري الله يذكره بالخير، رحنا الى الاردن نعم. وبقينا حوالي سنتين بالاردن. ارتاحت. ارتاحت. كنت مهدد باي لحظه ممكن في هم يلفقوا أرجع. لك تهمه ويرجعوك للسجن. لا اذا رجعت المره نعم. الثانيه ما راح ارجع الى السجن، وجايز ارجع الى الاعدام. مهم. بقى لأنه سنتين حتى سقوط النظام. حتى قبل. قبل سقوط النظام رجعت. نعم. صدفه لو انت استشعرت انه النظام انتهى. انه هناك الاردن حقيقه يعرفون الواقع السياسي للعراق، نعم. فلذلك بالمقاهي بالفنادق بالساحات وخاصة بالساحة الهاشمية اللي كنا كل ليلة نجي نقعد نعم. نروج عن نفسنا، قالوا يا عراقيين ارجعوا ترى صاحبكم راح يطير. نعم. يابا هذا هو عميل أمريكي، نعم. هذا تربية الموساد. هذا قالوا صح، الموساد الآن احنا أقرب إلى منكم يابا. نعم. النظام الأردني أقرب نعم. للوضع وللخارطة السياسية من كل الدول العربية. نعم. يعرف خفاياها. فأرجعوا بالفعل، احنا قلنا خلينا نرجع ونشوف. نعم. وبالفعل ورجعت. أتوقف عند هاي النقطة بعد ما ناسي موضوع السيارة، لأن هي رباط سالفتنا الحقوق المصادرة. أحسن. ولحد الآن ما راجعة. أحسن. لكن فاصل راجعين من بعده، خليكم ويانا. مشاهدينا، نستكمل حلقتنا بالجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم مع الأستاذ قاسم عريبي. أستاذ قاسم، بالعودة إلى رباط السالفة مثل ما يقولون هنا، إن شاء الله. خلينا نحكي بالعامية. احنا جبناها كيف إنه اليوم الحقوق المصادرة حتى الآن ما رجعت رغم وجود القانون، رغم قربك من مصدر القرار. وكان من ضمن هاي الحقوق هو سيارة لاند كروز اللي كنت تملكها، وصادرت على أثر قرار محكمة الثورة سيئة الصيت بذاك الوقت بحكمك لمدة 4 سنوات. شنو السبب السيارة لحد الآن ما رجعت؟ حتى هاي اللحظة مشاهدينا اللي احنا نتكلم بيها السيارة ما رجعت. زين، الناس اللي رايحة معاملها وبساتينها سيارة ما رجعت، هذيك الأملاك اللي تساوي مليارات شلون يقدرون يرجعوها؟ أهلا ومرحبا بك مجددا. لذلك احنا هذا المكون الفيلي حقيقة مكون مظلوم. نعم. لابد من وجود رجال فيليين حقيقيين يعرفون معاناة هذا المكون. نعم. لإرجاع حقوقه، لأنه ما ممكن أن احنا من خلال مؤسسة واحدة أن نرجع هاي الحقوق بالكامل. ما ترجع إذا لم يكن أناس حقيقيين من نفس المكون يعرفون معاناتهم، يعرفون حقيقة ما فقدوا. نعم. أنا الآن واحد من عندهم، أنا صادروا أملاك المنقولة وغير المنقولة، ومنها عندي سيارة اللاند كروز المرقمة لحد الآن 1775، والمباعة من قبل مديرية الأمن العامة إلى غازي خلف إبراهيم. نعم. يسكن 14 تموز شارع فلسطين. وحتى رحت لهم بعد أن أخذت إذن من المحكمة في مدينة الكوت إلى هؤلاء، رحت لهم. نعم. وهذا كان اللي اشتراها رحمة الله على الرحمن. طبعا تحياتنا للعائلة الكريمة، هم بالتأكيد ما لهم ذنب، عادي إجراء قالوا عادي حقيقة أبونا بال83 نعم. 13/3 اشترى هاي السيارة من الأمن العامة، احنا كمزاد علني. نعم. المسألة وين؟ المسألة في هؤلاء القضاة اللي حكموا لي بالمبلغ المقدر للسيارة، الطوني قرروا لي انه مبلغ ثمن السيارة، لكن لحد الآن أنا ما مستلم المبلغ. شنو السبب؟ شنو السبب يابا؟ المحكمة الاتحادية بالرصافة نعم. يقولون هاي مو إلك وإنما إلى غازي خلف إبراهيم. يابا
قبل غازي خلف إبراهيم منو كان يملكها؟ نعم. يعني غازي خلف إبراهيم اشتراها منين؟ بعدين هو مقتبس الحكم مو على غازي، على قاسم. على قاسم. أنا عندي إثباتات نعم. بالفايل اللي حصلته من مديرية أمن الكوت، يقول بأنه السيارة المرقبة ألقي القبض عليها من قبل مديرية أمن الكوت وتسليمها إلى أمن بغداد مديرية الأمن العام. كتابنا المرقم كذا وكذا والمفوض فلان ابن فلان. نعم. وألقي القبض عليها على أخو المحكوم عليه. نعم. فلان ابن فلان وسلمت. كل الملابسات واضحة كلها. نعم. والآن أنا أرجع للمربع الأول، قلت أني أروح إلى محامي. نعم. لأن الظاهر أنا دا أركض، أنا ابن الدولة وأنا بمؤسسة السجناء السياسيين، وعندي كتاب من الله يرحمه عبد العزيز الحكيم. نعم. رحمة الله على روحه، صدره إلي إلى جبر صولاغ. نعم. الأستاذ باقر جبر صولاغ جاء قال له تعويضه، قال له والله احنا ما نقدر نعوضه لأن راح تصير في مؤسسة السجناء السياسيين تعويض السجناء السياسيين لأموالهم. نعم. المنقولة وغير المنقولة المصادرة. ولحد الآن لا مؤسسة السجناء السياسيين سئلت عنه. نعم. كسجناء وبإعطانا حقوقنا. ولا هي اللي تابعت مواضيعنا. طيب هاي المواضيع اللي تختص بالأموال. طيب المواضيع اللي تختص بإعادة الجنسية المسلوبة من الأكراد الفيليين أحسن. واللي أبنائهم حتى الآن من الجيل الثاني ما زالوا لا يملكون جنسية وهم خارج الوطن لا يستطيعون العودة. أحسن. الآن نترك اللي هم خارج البلد. نعم. ونترك الكرد الفويلي اجوا إلى البلد. نحكي عن الكرد الفويلية الموجودين في البلد. طيب. تدري أبناء الكرد الفويلية الموجودين في البلد لا يقبلون في وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع؟ شنو السبب؟ لأنهم تبعية. تشافي شو نظام؟ زين وين القانون؟ طيب شلون ضحوا بدمائهم ولواء الكرد الفيليين اللي ضمن صفوف الحشد الشعبي والصد الداعش؟ أحسن. يعني دخل معارك بطولية وحمى قرى ومدن. حمى العراق. الكرد الفويلية هم السباقين في حماية العراق في السابق والآن. شلون بالتالي ما يقبلون أبناء المكون الفيلي بالمؤسسات الأمنية؟ هم نواة الحشد الشعبي. هذا الحشد المقدس. نواة الحشد الشعبي هم الكرد الفويلي. قادة الحشد الشعبي هم الكرد الفويلية. تأسيس الحشد الشعبي هم الكرد الفويلي. والآن إذا كرد فويلي قدم إلى وزارة الدفاع أو الداخلية ما يقبلوا. وأنا واحد من عندهم، ابني. نعم. قدمت له إلى الكلية بزمن البولاني. نعم. أنا كنت في مؤسسة السجناء السياسيين عملت أشياء بصالح أحد الضباط. نعم. لأنه كان إلى حق، كان معتقل وكانوا سجناء. نعم. فروجت لهم معاملاتهم قانونيا. نعم. وكانوا بوزارة الداخلية، كبار مسؤولي وزارة الداخلية حقيقة. فلما خابرتهم قالوا لي يا مية هلا تعال أنت وابنك وطب بسيارتك إلى وزارة الداخلية. ورحت بالفعل واستقبلوني. لما شافوا جنسيتي وجنسية ابني قالوا تعذرنا، القانون لا يسمح للكرد الفويلية والتبعية أن يكونون ضباط. يعني الجنسية لحد الآن لحد تقرأ تبعية. مرافع. إيه؟ معتبريكم تبعية. تبعية معتبرينه. زين هاي طامة كبرى هاي. يعني وين الدولة؟ وين تغيير القوانين؟ غير تغيرون هذا القانون المجحف في حق المكون الفيلي، إنه لحد الآن لا يقبل أبنائهم لا بالداخلية ولا بالدفاع. يعني هاي مو جريمة ثانية، وإنما معتمدين على النظام السابق. نعم. على قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل لحد الآن. نعم. يعني شنو الحل؟ إذا لابد من وجود رجال بالبرلمان، تأسيس مؤسسة تخص الكرد الفويلية. نعم. على البرلمانيين أن يوقعوا، أن يكملوا قرارات بصالح هاي الشريحة. يعني قرارات قانونية مو قرارات افتعالية. أستاذ قاسم، إذا الناخب أعطاك ثقته ودخلت لمجلس النواب، شنو أول قرار تتخذه أو أول ملف تفتحه؟ والله الحقيقة
الإنسان بقبة البرلمان حقيقة أن ينسى أنه تابع إلى طائفة معينة. نعم. ليش؟ لأن كل الشعب العراقي الآن مظلوم صح، كل أمانته. بكل حقيقة، بكل نعم. مكونات الشعب العراقي مظلوم. يعني يجيك العربي، يجيك الكردي، يجيك السني، يجيك الشيعي، الكل مظلومة. والظلم من قبل الدولة، يعني يجون ناس إلهم حق على الدولة. نعم. والدولة ما دا تعطيهم حقهم. يعني أنا الآن مو أبحث عن ظلم الكرد الوفيلية، الكرد الوفيلية مبينين ظلمهم، ذاك نعم. هو يعني ما يتغطى. لكن تشوف بعض القوميات اللي ظلمهم مضاعف صاير. نعم. يعني عندهم حقوق بالدولة والدولة ما تعطيهم حقهم. زين دولة لابد أن بس حتى ندافع نكون منصفين، إيه؟ الدولة مو رافضة تعطي الحق، لكن آلية تطبيق القرارات والقرارات غير المفعلة. أحسن. وخلينا نكون منصفين أيضا، بعض الموظفين اللي هم غير نزيهين أو ينتمون بأفكار ما زالت تابعا ذيك للنظام الفترة، السابق. إيه؟ هم اللي يظهرون الدولة بمظهر الظالم، أو الحكومة اليوم حقيقي. بمظهر الظالم. الآن وإلا أبسط مثال الكرد الفيليين، أكو المحكمة الجنائية وغيرها من المحاكم، هواية قرارات لصالح الكرد الفيليين، ولكن بس تعال موقف. فوت للدائرة تريد تطبقها، كل شيء. موظف هيك صغير يوقف لك إياها. يوقف. إيه؟ هسه الآن الترويجات حتى على المعاملات للكرد الوفيلية الآن صعوبة جدا. نعم. يعني الكرد الوفيلي احتجز وسفر. الآن يقولوا له لازم تجيب 2 من المصادق عليهم وياك. نعم. بالسجن أو التوقيف وأنت يلا سفروك. زين حتى تثبت انه انت مسفر. أنت زين يابا دول اللي أنا أجيبهم 3/4 ماتوا. يعني أنتم منين جبتوا القرار المجحف هذا؟ نعم. يعني إحنا بالبداية ندز المسفر إلى السفر والجنسية، أن يجيب لنا الكتاب اللي سفر به أو تاريخ السفر مالته، مدة قضاء بالاعتقال أو السجن، على ضوءها نسوي له معاملته ونمشيه. نعم. الآن أصبحت التعقيدات كلش كبيرة. وثانيا حتى المؤسسة مدى تعطي حقوق السجناء أنفسهم. يعني الآن إحنا عندنا سجناء قانون مادة 40% تعويضات. الآن أكثر السجناء السياسيين ما مستلمين تعويضات مالهم. شنو السبب؟ شنو السبب؟ واحد لازم يسأل رئيس المؤسسة، لأن هو عنده الخبر الواضح. أما قلة أموال ما قلة أموال فهذا عذر غير مشروع بصراحة. نعم. أموال موجودة، يعني هاي القضايا التشغيلية وغيرها وغيرها ما تخلي. أنا أدري بيه التعويضات متى تنطي دفعة واحدة على شكل أقساط وأقساط يعني جدا قليلة، يعني ما تسوى حقيقة. نعم. هو السجين يطلب 40 مليون، يطلب 2 مليون. زين هاي شو وقت يقضيهن؟ وأكثرهم ماتوا الآن. نعم. كبار بالسن صحتهم على قدهم. يعني أنا أصغر يمكن سجين الآن عمري 67 سنة وأنا ما مستلم التعويضية مالتي. نعم. زين بينما رئيس مؤسسة استلمها، معاون رئيس مؤسسة استلمها، بعض الموظفين استلموها. نعم. الشيوخ والمقربين على رئيس مؤسسة استلموها. المحسوبية هنا أيضا لعبت دورها. أحسنت. طيب أستاذ قاسم، خلينا نتحدث شوية عن الجانب الخدمي. الواسط وهي مثال عن جميع مدن ومحافظات العراق، لأن ملف الخدمات للأسف متلكئ بدرجة أو بأخرى على مستوى المحافظات بأكملها. برأيك ما المعالجات الضرورية اليوم التي يحتاجها ملف الخدمات في العراق أو في واسط على وجه التحديد؟ فتح ملف الكهرباء، المياه، الزراعة، الصناعة، منين نبدي منين ننتهي؟ الحقيقة الدولة لازم أو لابد أن تنتبه على المحافظين الذين يستلمون محافظات العراق. نعم. يعني من غير المعقول أن محافظ يتصرف بأموال المحافظة كيف يشاء دون رقيب أو حسيب. إذا كان لا رقيب ولا حسيب من قبل الدولة على المحافظ فهذا يفعل ما يشاء. المفروض البرلمان هو الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة أداء المحافظين. أحسنت. نعم. أن يراقبوه. أنت عندك خطة عمل، تطوير شوارع، تطوير أجهزة، تطوير مجاري، تطوير البنى التحتية.
غير يخلوا له برنامج لكل محافظة وهم يشرعوا لها وهم يعطوا المال المخصص له. أنا أجي أسلم المحافظ المبالغ اللي تعطى للمحافظة وأتركها على كيفه، يصير ما يشتغلها وإنما يرجعها للدولة حتى يستفاد من الأموال المقررة إليه. يعني اللي يرجع الأموال المخصصة إلى المحافظة دون أن يشتغلها راح يحسبوا له نسبة من الأموال، فأكثر المحافظين اشتغلوا. بالعكس بالمقابل المفروض يحاسبوه، أنت من رجعت فلوس الخدمات للدولة معناته أنت أبد ما أديت. لا بلطت شارع، لا عالجت منظومة مياه، لا عالجت منظومة كهرباء، لا سوي الصيانة. إذا تصليحك وين؟ شغلك وين؟ أنت مصارف يعني ما مشتغل. إذا ما مشتغل، إذا يريد هو يستفاد من الأموال المرجعة. نعم. زين، هذا من اللي يحاسبه؟ يطلعون أبناء المحافظة مظاهرات، يضربون ويقتلون ويسجنون ويتوقفون وإلى غير ذلك من الأذية. فلذلك حتى أبناء المحافظات بعد عزوا أن يطلعون مظاهرات. نعم. هذا حقيقة، هذا تصرف خاطئ من الدولة نفسها بوضع المحافظين. نعم. أنا كدولة أجعل المحافظ على كيفه، أنا اللي أخطط للمحافظ. الدولة وزارة التخطيط. أستاذ قاسم، أيضا إحنا نظامنا الدستوري هو نظام الحكم اللامركزي، أعطى تفويض وصلاحيات للمحافظات والمحافظين بأن تدير نفسها بأكثر من ملف. أحسنت. ومنها ملف الخدمات. أحسنت. يجيك محافظ لا يعني يجيك من رجل بسيط لا إلى أوليات لا بالدولة ولا بالتجارة ولا بالاقتصاد ولا بالقانون، يصبح محافظ عن طريق الانتخابات. صح؟ يعني هذا ايش تستفاد منه المحافظة؟ أنا غير كون من تجي هاي المحافظة يجيها محافظ كون إلى تاريخ إداري مشرف حتى يبني، حتى ينظف المحافظة. مو هو هذا ثمن المحاصصة أستاذ قاسم؟ اي مو هي هاي. إذن لابد من تكون مركزية بالمسألة، أنه نخليها حلل. نعم. هذا حقيقة. لذلك شوف أكثر محافظات العراق تعبانة من خلال هاي المحاصصة. أنت حتى أصحاب الكتل، أنتم رؤساء. نعم. الكتل، أنتم من تدوزوا المحافظ تابع لكم يدوزوا صاحب خبرة صاحب مهنة، وجهوه. أنتم وجهوه. نعم. تقول يابا إحنا راح نخصص لك مبلغ من المال، تطوير البنى التحتية، بناء نعم. مدارس، بناء مستشفيات، تطوير الأجهزة الطبية، تطوير الأجهزة التعليمية. أستاذ قاسم، بقى لي دقائق من وقت هذا الحوار وأريد أخصصها لموضوع الشباب ومعالجة البطالة. اليوم أكثر شريحة عمرية بالعراق هي شريحة الشباب، وأكثر شريحة من الناخبين هم الشباب، وأكثر من يعاني اليوم هم الشباب بفعل البطالة. كيف من الممكن اليوم أن ننتشل الشباب من بئر البطالة ومستنقع البطالة الذي يعني كان له وقع كبير على نفسية الشاب العراقي وعلى حياته بأكملها؟ أحسنت. احنا كاقتصاديين، الإنسان الاقتصادي لما يريد أن يبني دولة كيف يوظف الناس بهذا المضمار؟ إذا لابد من وسائل تجعل الناس تعمل لتقليل البطالة. نعم. هاي الشباب الآن الدولة غير تفكر بها، يعني تشغلها مثلا بيش تشغلها؟ إذا عندنا معامل متوقفة، نعم، مزارع متوقفة، جمارك مخصصة إلى جهات، نعم، موانئ مخصصة إلى جهات، نعم، جامعات مخصصة إلى جهات. زين بقت هاي المجموعة من الشباب المن تروح؟ بس بالنهاية أستاذ قاسم يعني هم الدولة ما تقدر تعين الكل. احنا ما نريد. الحل شنو؟ احنا ما نريد على التعيين. نعم. احنا التعيين نعتبره في جزء ثانوي بحياتنا. نعم. احنا اذا وفرنا معامل انتاجية، تقصد القطاع الخاص والاستثمار. نعم. الشاب يدور بعد تعيين اذا كان معمل يشتغل كمعامل النسيج في زمن السابق، خلينا نقول. نعم. ايش قد كان الضم من العمال ومن المهندسين ومن
شرائح المجتمع ايش قد نعم. كانت معامل تشتغل. بس مو ترجعنا الرواتب الزمن السابق اللي لا ما لا كانت لا. صموتين ما تجيب. احسنت. لا احنا ما راح نرجعهم. احنا نعم. شلون هسه نريد نشغل الناس؟ المنافذ الحدوديه يقدر يشتغل بها مواطن عادي؟ ما يقدر يشتغل بها. نعم. مسيطر عليها الاحزاب. الموانئ ايش قدها؟ نعم. عندك هاي المعامل الاسمنت وغير معامل الاسمنت والطابوق وينها؟ اللي كانت تشغل آلاف العمال. نعم. ماكو. عندنا الأراضي الزراعية نستثمرها، اللي يجي زراعات. مو كانوا احنا في زمن هدام جابوا فلاحين من المغرب، نعم. مغاربة سووا قرية كاملة. ليش احنا بنسوي مزرعة نجمع بها الشباب لإنتاج محصول معين؟ نعم. فلاحين. مو صحيح؟ نعم. لا عندنا معامل، لا عندنا مصانع، لا عندنا دوائر خدمية. دوائر خدمية ماكو حتى نشغل بها. نعم. يعني في لندن صار كساد اقتصادي، سووا على العباقرة اقتصاديين، جابوا كل العاطلين بالعمل قالوا لهم تحفرون نفق. نعم. نفق. الكساد شمل حتى المواد الغذائية، بقت مكدسة نعم. بالمحلات. اجوا ذول اعطوهم فلوس اللي يحفرون. نعم. وبعد فترة قال لهم رجعوا ردموا. ذول اللي اخذوا فلوس راحوا وين اشتروا من المحلات. المحلات حركوا عجلة السوق. احسنت. نعم. اذا صارت عملية حركة. هسه احنا ما عندنا روح افتح نفق. نعم. الان شوارعنا ايش قد وسخة. نعم. نجيب عمال نظافة بمبلغ كافي، كل عامل نظافة 500,000 دينار. نعم. يبقى خريج كلية ما يروح عامل نظافة؟ كثير من الملفات يعني نتمنى أنه الوقت يسع أنه نفتحها اليوم معك أستاذ قاسم، لكن للأسف وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لك الموفقية بالسباق الانتخابي، وإن شاء الله تحقق رؤاك تحت قبة البرلمان، وأشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار. أشكركم وأشكر الكادر اللي معك، وأشكر قناة الإشراق، هاي القناة السباقة في نقل الحدث الطيب إن شاء الله، واللي تساعد على كل ما هو خير وجديد في بناء هذا البلد إن شاء الله. شكرا أستاذ قاسم، كذلك الشكر لكل من تابع حوارنا لهذا اليوم. إلى اللقاء.